اس بص، بقول لك ايه يا عم، ارجع باللي انت جايبه ده الله يبارك لك. هي مش ناقصه، الناس كلها بتصرخ من الروشه وانا مش هدخل حمام عليك. يا عم ما تخافش والله، انا جايب الحمام ده من حد موثوق منه وما عندوش روشه، ما تخافش. يا ابني يا حبيبي، هو احنا مش متفقين وقايلين للناس ان احنا ما بندخلش حمام دلوقتي؟ وعشان تدخل حمام دلوقتي ليه شروط ولازم تكون عملتها يا حبيبي، وربنا الحمام كويس. وبعدين الشروط اللي انت قلت عليها انا نفذتها بالحرف، ومتاكد ان مفيش حاجه فايتاني. الحمام بقاله 7 ايام او اكتر من 7 ايام، انا حاطه عندي في البلكونه، والحمام زبلته كويسه وبياكل ويشرب كويس ومفيش اعراض مرضيه عليه، وكمان مفيهوش اي مشاكل. حتى لو اللي انت بتقول عليه ده كله انت عملته، وطبعا انا متشكر ان انت بتسمع كلامي، انا بحاول افيدك باللي انا عارفه. تمام كده؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الحمام ما ينفعش يخش عندك كده حتى لو هو ما فيهوش اي مشاكل. اكيد في حشرات، والحشرات دي اكيد هتبقى سبب في ان انت يتنقل لك العدوى دي، حتى لو فرد الحمام مش باين عليه. في دي عندك حق، ودي فاتتني، وانا عارف ان انت ما بتفوتكش. متاكد ان هيكون عندك الرش، تعالى نرش الحمام دلوقتي، وبص على الحمام وتاكد ان هو ما فيهوش اي مشاكل. خد يا عم، هات يا عم الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لي انت جايب الحمام ده منين؟ عند يوسف الرايق صح؟ بسم الله الله اكبر. ماشي 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 ماشي، تعالى بس نسند الشيالة كده ونفرج الناس، عشان في ناس ما بتحبش تكمل الفيديو للاخر. بصوا يا رجاله، دول حمامتين جايين من عند يوسف الرايق. تمام كده؟ حمامتين بدايره، حمامتين مستواهم كويس. تعالى افرجك كده من قريب. بص، ده في الغالب هيبقى الدكر. طبعا يا رجاله، الكلام اللي احنا عملناه ده او الفيديو في الاول ده كان هدفه التوعية، او ان انت تاخد بالك ان برضو حتى لو انت عزلت الحمام وتأكد ان الحمام مفيهوش مشكلة، لازم تخلي بالك وترش الحمام، عشان خاطر الرش ده من اهم الحاجات اللي انت لازم تعملها. الحمامتين دول انا رشيتهم. تمام كده؟ هقول لك رشيت بايه. بص، لو بصيت على الريش هتلاقي الريش مبلول. هقول لك رشيت بايه. تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. قبل ما نبدأ في الفيديو، عايزين نصلي على النبي ونذكر الله، وعايزك تكتب لي كومنت وتعمل لايك. اتمنى الفيديو ده يوصل ل1000 لايك. وبرضو عايزكم تدعوا ليوسف صبحي. يوسف صبحي بقاله يومين او 3 ايام تعبان، ان شاء الله كويس ويكون في اقرب وقت معانا احنا نروح له بقى، او هو يجي لنا، ايا كان. تعالى افرجك على الحمامات التانية واقول لك هنحط الحمام ده. مبدئيا كده يا صديقي، قبل ما تعمل اي حاجه وتكون جايب حمامتين، لازم تكون مجهز لهم مكان. احنا هنا مجهزين مكان، اللهم صل على النبي. احنا هنا مجهزين مكان، جاهزين. عين الزغلول الابيض ده الابيض الشرباز اللي كان مع الباكستانيات، احنا حاطين طاجن فيه تحديق عشان ما عندناش حاجه نحط فيها اصغر من كده. تمام؟ دي اول حاجه. الحاجه التانية، ده اول زغلول. تمام كده؟ انا بحب اللون دوت، بحب البداير عموما. طبعا الحمامتين لسه مش هيبقوا واخدين على بعض. تعالى افرجك على النتايه بتاعت الزغلول ده، او ربنا يكرم بقى، ما نعرفش لسه تبقى انتهى ولا لا، بس انا شايفها انتهى باذن الله. تعالى افرجك عليها، وبعد كده اقول لك هنعمل ايه في السلام. لا يا صديقي، اذكر الله. طبعا بشكر اخويا يوسف الرايق على الهديه دي. بص يا رجاله، هو احنا ما بنسميهاش هدايا عشان خاطر انا يعني احنا كشله او يعني مع بعضينا كده، اللي بيبقى محتاج حاجه او شايف حاجه محتاجه عند التاني بيقول له عليها، والدنيا يعني بتمشي ما بيننا واحد. دي في الغالب هتطلع طيره. بس انا عايز بس اوريك حاجه تسمي الله كده. بص الطيره بتعمل ازاي. اللهم صل على النبي. دي طيره ان شاء الله باذن الله، في الغالب تكون طيره. انا حطيت الثلاث زغاليل مع بعض عشان خاطر هما تقريبا سن واحد، مفيش حاجه هنا في سنهم. التلاتة دول احنا هنشببهم بجانب الحلويات، اللي انا هفرجك عليها دلوقتي. تمام كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله اكبر. دول
حلويات من الانتاج. تمام كده. زي ما قلت لك لازم تحافظ على التحضير بتاعك، الحاجة اللي انت شايفها مميزة عايز تفرق منها لازم يبقى عندك منها عش واتنين وتلاتة، عشان خاطر لو حصل لا قدر الله عندك دروب ولا حاجة يكون عندك البديل، تكون جاهز وما تقعش. وبإذن الله ربنا يكرم الناس كلها وما يقعوش إن شاء الله. دول يطلعوا بإذن الله قص برضه، ربنا يكرمنا فيهم. في برضه زغلولتين تاني احنا هنوقفهم لنفسنا، بس انا عايز اوريهم لك بعيد عن الاهالي. اذكر الله، سمي الله، وقول بسم الله ما شاء الله، عشان ربنا يبارك لك في حاجتك ويبارك لنا في حاجتنا. هقولها لك كل مره. بص ان شاء الله باذن الله لو يوسف الرايق بيتفرج على الفيديو ده هيشوف الزغلوله دي هتعجبه قوي. دي زغلوله وشقيه باذن الله يطلعوا عش برضو. دول هنخليهم لينا. عندنا ايه تاني مخلينه لينا او شايلينه لينا؟ تعالى فرجك. بسم الله ما شاء الله. مش عايزك تخاف، مش عايزك تقلق. انا طبعا كنت ماسك الحمامتين انا جايبهم من عند يوسف، بس الحمامتين دول عندي بقالهم بتاع 10 ايام، وانا كده كده ايه بصيت على زبلتهم زي ما قلت لك ورشيتهم. ونسيت طبعا اقول لك على الرش عشان خاطر ايه تحاول تجيبه، لانه امن جدا جدا على الحمام. بس بعد ما افرجك ان شاء الله الزغلوله دي. يا اللهم صل على النبي. زغلوله تطلع بنوته دي مولمنزايا. دي الزغلوله الوحيده اللي احنا خدناها من القص والله، ان هما كانوا حصويتين وربنا ما أردش إن الزغلول التاني يطلع، فربنا يكرمنا إن شاء الله. دي تبقى طلع. أنقل القص أحطهم في باب من البيبان دي، لأن أنا بصراحة من ساعة ما حطيتهم في السلك وساعة ما كشفتهم في سلك هما تقريبا مش عايزين يشتغلوا. لعل وعسى يمكن يشتغلوا. احنا الحمد لله حمامية شغالين معاها أوميجا 3. هتلاقي الأوميجا 3 موجودة في الصيدلية البشرية، تقريبا كيس ب45 جنيه أو ب55 جنيه مش فاكر. تلاقي حباية كده جيلاتينية صفرة فيها زيت، نفضي نص الحباية دي للطيرة، أو بندي الطيرة الحباية دي على 3 أيام. فطبعا دي حاجات لازم تشتغل بيها، لأن الحمام ده يعتبر مخدش منه غير زغلولة وهو أول شغل. ربنا يكرم إن شاء الله بإذن الله وتكمل برضو معانا. يبقى احنا كده عندنا 4 حتت موقفين، أو آسف 3 كده 6 7 8 كده 8 حتت لينا. بما إننا واقفين في الجنب ده، فالجنب ده رجالة أي حمام غزار سامحني أفرجك على فرخه، بس مش هفرجك على الحمام نفسه بجد بجد. دكر الأخضر أنا عرضته مرة أو مرتين. دكر أول شغل خلص والصيف دخل علينا فديته، بقاله بالظبط عندي داخل في سنة أنا ما خدتش منه ولا حصواية، مع إني معاه انتهيتين فاهم. وكانوا قبليهم 4 زغاليل خضر كانوا دكر و3 طواير برضو ما خدتش منهم ولا حصواية. شغالة النتي ما كانتش بتحصي تمام كده. والمرة دي النتي بتحصي، الدكر مش بيعمر، ده دكر أول شغل. فاحنا ماشيين معاه بكورس كده، أو ماشيين مع الحمام الجزار كله كورس. احنا منقيين القصين السكروطة، القص هنا وقص هنا تمام كده. والدكر الأخضر لسه واخد ديدان امبارح. الديدان بنشتغل بسترات الببرازين، وبعد كده تشتغل بأي فيتامين تقدر توجده أو يكون شغال عندك أو يكون متاح عندك. بقى تجيب فيتاماونت، تجيب أي حاجة من الصيدلية البشرية، أو تجيب جروفيت، أو تجيب أي فيتامين تقدر تجيبه هاته. اللي ناقصني بس هنا الألف دال 3 أهي، عشان خاطر يعتبر المكان ما بيخشوش شمس كتير. بس تعالى أفرجك على المنتج اللي احنا بنشتغل بيه ونرش بيه الحمام بقالي بالظبط 6 شهور شغال بيه. المنتج ده ما جلاش معايا، والحمام الحمد لله ما فيهوش حشرات. انا اكتر حاجه بتضايقني الحشرات، ان انا امسك حمامات ويطلع فيها حشرات. الازازه دي بقى لها تقريبا عندي سنه تمام كده، ما تقريبا كانوا 20 سنتي. اشتغلت بيها 3 مرات او مرتين.
كده كده احنا يعني عملنا اللهم صل على النبي لتر، حطينا نص سنتي على اللتر، فاحنا ممكن ايه نعدي كده على الحمام برضو ايه نرش المكان ونرش الارضيات، يعني عشان خاطر نبعد موضوع الحشرات ده. موضوع الحشرات ده برضو من اكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل عند الحمام وبتنقل الامراض، ودي الحاجة اللي كانت بتبقى يعني الناس نسياها ما بتشتغلش بيها. يبقى دوت اسمه سباسيل، ده اسمه سباسيل، بتحط نص سنتي على اللتر، تشتغل بيه مرة واحدة كل 6 شهور. عايز مرتين زي ما أنا بعمل كل شهرين كده تعدي على الحمام مرة، مفيش مشكلة. يعني ممكن إيه، بص عادي ممكن تعدي على كده. بص البخاخة بتاعتنا اهي، نفتح مثلا عند الشبابات دول اهو على الحمامية نفسها اهي اهو اهو زي ما انت شايف. في العين بقى روق اهو 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 اهو. عدي انا كده كده لسه رشش الحمام من قريب، فما عنديش الحمد لله حشرات. بس انا اللتر ده استخدمه وارش بيه بقية البيبان تمام كده. ولو نضفت دراج زي كده ممكن برضو ايه، طبعا الادراج دي عايزه تتنضف، الادراج دي منضفه من 3 ايام. بعد ما بخلص بعد ما بقشط الدرج بديله ايه بختين كده، والحمام زي ما هو واقف كده. بص اللهم صل على النبي، اذكر الله، الحمام مفيهوش اي مشكله الحمد لله. طبعا يا رجاله احنا ممكن العين دي فاضيه تمام كده اهي. انا الحمد لله عندي العيون ما شاء الله كبيره كده كده. بص كل اللي انت محتاجه في العين موجود. اللهم صل على النبي. طاجن موجود، مكلف تحديق بتاع الفا جريت برضو ما بنستغناش عنه موجود، ومكلفهم وكده كده. الباب يعني يعتبر نضيف لان هم المفروض يزبلوا اكتر من كده بكتير. الباب ده كده فاضي، فاحنا ممكن نجيب ايه القص دول بما انهم تعالى ناخد الدفر كده. صلي على النبي. بما اننا الله اكبر، بما اننا يعني ايه بنصور، فاحنا ايه ناخد القص اكو نحط اهو. ده باب جديد عليهم، لعل وعسى يكونوا هما من الحمام اللي ما بيحبش يبقى مكشوف والناس شايفاه وهو بيكسر او هو بياكل عياله. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا منهم. هما كانوا معاهم الزغلولة في باب من دول، كانوا محصيين وشغالين، وان شاء الله باذن الله يرجعوا يشتغلوا تاني. انا كده كده ما بستعجلش زي ما قلت لك على حمام. بصة بقى ايه، بصة سريعة كده. احنا زي ما قلت لك هنا كده قص سكروتة في الباب دوت، وقص سكروتة في الباب ده هنرفعهم من الباب اللي فوق. والدكر الاخضر ده برضو ايه هيخلص كرسي الديدان، وبعد كده هنطلع له طيرة من الترتين الطاير هنا تمام كده. يبقى دول الحمام الغزار. القص ده بقى له يومين متلقي، والقص ده بقى له يومين متلقي. عندي كام حمامايه او كام قص ينفع اشيل من تحتيهم الحصى البلاستيك اللي انا حاطه؟ تعالى اقول بسم الله. دول قص الله اكبر تحتيهم حصويتين بلاستيك. ادي اول قص معانا، وما شاء الله باذن الله باذن الله يعني بيحصوا في الميعاد اللي انا ببقى ظابطه ليهم تمام كده. ايه تاني يا معلم، ايه تاني يا عم اسلام؟ القص دول برضو دول كده على حصى، ممكن النتاية تحص. بما اني شايفهم كويسين وبيزقوا كويس، فانا هخليهم ممكن يرقدوا على حصاهم. لو قص من السكرتات مع القص دول تحضن تحت دول أولوية، وبعد كده نحضن تحت الزواج. عندنا ايه تاني؟ عندنا القص ده برضو
نايم على حصى بلاستيك، تمام. مارادونا والنتاية بتاعته. عندنا برضو القص دول نايم على حصى بلاستيك. اللهم صل على النبي. عندك ايه تاني يا عم اسلام نايم على حصى بلاستيك؟ وعندنا القص دول نايمين على حصى بلاستيك كده. اللهم صل على النبي، الله اكبر. 4 أسوس، 4 أسوس بالظبط ان شاء الله باذن الله. باذن الله في الفيديو بتاع بكره هنشيل الحصى من تحت دول عشان دول راقدين بقالهم كتير، عشان النتاية متبدأش تلبن. القص الحمليات دول، والقص التاني اللي بقالهم برضو كتير القص دول. وبعديها بيومين او اسف بعديها تاني يوم هنشيل القص دول من تحت يوم الحصى، وهنشيل القص الزواجل اللي تحت من تحت يوم الحصى. تمام كده. طبعا السلاكة عايزة تتنضف. طبعا عايزة تتنضف. هي بتتنضف كل اسبوع بشكل دوري او بشكل منتظم. تمام كده. الادراج بتتنضف كل 3 ايام. برش المكان. عندي مثلا فيركول اس برش، ما عنديش بشتغل كلور، برش المكان كله بعيد عن الحمام عشان الكلور ما ينفعش يجي على الحمام. تمام كده. برش المكان واكنس وبتاع، البيبان الفاضية دي بنضفها واظبطها، والدنيا الحمد لله عندي انا مرضي بالله. زي ما قلت لك كده الفيديو النهارده ان احنا جبنا حاجات او جبنا هدية من عند يوسف. طبعا بشكر يوسف مرة واثنين وثلاثة، وهرجع اقول لك ان احنا مش بنمشيها مع بعض فلوس. يعني انا ممكن اروح عند يوسف اخد اللي انا عايزه، وهو نفس الكلام يجي عندي يوسف صبحي نفس الكلام، مهند، ابو يونس، احمد ماهر، ايا كان الرجاله كلها الحمد لله ما بنقصرش مع بعض، نحب الخير لبعض. عايزكم تدعوا ليوسف كتير يا جدعان، عشان خاطر يوسف فعلا تعبان. ربنا ان شاء الله يقومه بالسلامه. حاجه كده نسيت اقول لك عليها، ان شاء الله نعملها في فيديو. اللهم صل على النبي. شورت عايزين ندبل دول عشان دول مش هينفع ما ادبلهمش. تمام كده. لان انا هنا طبعا عشان دول هيتذبحوا، دول ولاد القص الكريزليات دبلتهمش. دول نفس الكلام ما دبلتهمش. دول نفس الكلام ما دبلتهمش. فأي حصى أي زغاليل ينفع تتدبل هتتدبل. طبعا أنا بعمل حاجة كده، دبان في المكان. حلو كده. الدبان ده حل الوحيد إن أنا بعد المغرب بفصل النور خالص. كده كده أنا بقيت بفصل النور، ما بسيبش النور. وبعد كده أختم بيروسول وأقفل المكان وأطلع. أطلع بعديها مثلا بساعة ولا حاجة، أفتح أأكل الحمام. الدنيا الحمد لله تمام عندي. بشكر كل اخواتي اللي اتفرجت على الفيديو لحد هنا. شكرا لكم يا رجاله. اللايك ما تنسوش اللايك. دعوه ليوسف.